هل يحكم على من ارتكب الشرك وهو جاهل أنه مشرك لمجرد جهله، وهل يعذر الجاهل بالشرك؟ يحكم عليه الذي يسجد لصنم بأنه مشرك، ثم بعد هذا هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذره بجهله، كما ذكر هذا العلماء. وأحسن من تكلم على العذر بالجهل الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان عند تفسير قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، فذكر أنه يعذر بجهله، وماذا وأن صاحب الفترة كذلك يعذر بجهله، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ومن حديث الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 4 يدلون بحجاتهم، ومنهم صاحب الفترة. نعم، فيخرج الله سبحانه وتعالى، أي في عرصات القيامة يخرج الله سبحانه وتعالى نارا فيقول: اقتحموها، فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يقتحمها يقول الله سبحانه وتعالى: ها أنتم عصيتموني فأنتم لرسلي أشد عصيانا بغيا. أن هناك أدلة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في عمرو بن لحي: رأيته يجر قصبه في النار. نعم، ويقول أيضا في أبي طالب، يقول في أبي طالب إنه في ضحضاح من النار. فالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول: من خصص فهو مخصص، أي يدخل النار، مثل عمرو بن لحي وأبي طالب، وهكذا وهكذا أبوان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن لم يأتي التخصيص فهو من أصحاب الفترة، ويحتمل أن هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم في النار، يحتمل أنه كان لديهم بقايا من شريعة إبراهيم فلم يتبعوها. هل يحكم على من ارتكب الشرك وهو